بصراحة بقى لو لسه بتحضّريه بالطريقة العادية، اعرفي بقى إنِّك فايتِك كتير، قرنبيط بالطريقة العادية تاني مستحيل. يالّا نسمّي بالله ونبتدي على طول. أول حاجة معايا القرنبيطة بتاعتي، يعني يكون حجمها متوسط أو صغيرة، بس بأمانة لو صغيرة هتكون أجمل كتير. هابتدي بقى إن أنا أقطّعها بالطريقة دي، كل ما تقطّعيها قطع صغيرة كل ما هتكون أجمل وأحلى، بس المهم إن إحنا نشيل الجزء اللي فوق كده، ولو قطعة معايا كبيرة ممكن نقسمها ل2 أو 3 زي ما أنتِ شايفة كده. ولو لسه مكمّلة الفيديو معايا ما تنسوش تدعمونا بلايك ودعوة حلوة من قلبكم، والله بقى دعواتكم دي أجمل حاجة باشوفها في التعليقات، وبابقى مبسوطة جدًا وأنا قاعدة بارُد على التعليقات كده تعليق تعليق. حلة كبيرة بقى واملاها مَيّة واستنى لمّا المَيّة تسخن، أنزل في المَيّة دي بقى بمعلقة من الملح ومعلقة من الكمون، وهانزل بقى بقطع القرنبيط بتاعتي وأعد 3 دقايق بالضبط، وابتدي إن أنا أشيلها من المَيّة على طول. ومعايا طبق كبير فيه مكعبات من التلج ومَيّة ساقعة علشان أوقّف عملية السِوَى. أنا عايزة القرنبيط